اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين، اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناه. انا اسمي اسراء. يلا بينا كده يعني نشوف النهارده ايه الاسعار، الدنيا عامله ايه، الاسعار عامله ايه، لان الاسعار فيها استهبال كتير جدا كبير جدا. اول حاجه قررت ان انا اقاطع، مش هجيب. هعرفكم كل حاجه تفاصيل في قلب الفيديو. قررت ان انا هغير نظامي اللي انا بمشي عليه كل شهر واللي انتوا بتشوفوني فيه، اللي كان المفروض انه بيوفر معايا، فقررت ان انا اغيره. همشي بنظام تاني لعل وعسى مش هيوفر معايا على قد ما هو بس يسد معايا لاخر الشهر بامر الله تعالى. دي اول مشترياتي، مش الاول، تاني مشترياتي بتاعت الشهر. كل شهر وحضراتكم طيبين. يلا بينا، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، ويلا بينا ندخل في الفيديو. جبت فراخ، مش فراخ، هو ورك واحد اهوت، وجبت شويه خضار ومنظفات. بس يلا بينا قبل ما ندخل بقى في الفيديو كده ندعي جميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين اجمعين. اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم، اللهم امين. آه، اول حاجه الفراخ فيها استهبال صعب يعني. كيلو الفراخ النهارده ب60 جنيه، الفراخ بس كيلو الفراخ. طب كيلو الوراك هتبقى عاملة قد ايه؟ من 64 ل66 جنيه. كبد والقوانص 70 جنيه. البانيه اكيد طبعا مش اقل من 100 120 جنيه. مقطع، موضوع بسيط. اللي يغلى ما تاكلوهوش، ما تشتروهوش. معناه ان احنا مش هنشتري كل حاجة يا اسراء، لا. الحاجات اللي هي عارفين، اللي هي انا عارفه ان الفراخ اساسي يعني لازم بروتين للجسم، بس نعوضه في بروتين نباتي، مش لازم بروتين حيواني. انا قررت ان انا مش هجيب فراخ تاني. همشي الشهر كده ان شاء الله بامر الله. هجيب لحمه وهمشي باقي الفراخ اللي عندي، لان انا عندي فراخ من الشهر اللي فات. اللهم صل على النبي. الورك ده ب27 جنيه. انتوا متخيلين؟ ورك اهو، والله ورك مش مكمل حتى 300 جرام، ب27 جنيه. ورك واحد. طب نفرض احنا أسرة 4 أفراد، يبقى الأربع وراك بكام؟ عاملين 120 تقريبا. 4 وراك، ده غير خضار جنبيها لو هعمل طبيخ، غير رز، غير شعرية، غير سمنة، غير زيت، غير. ربنا يرحمنا ويعافينا يا رب ويرفع عنا البلاء والغلاء. فحقيقي محتاجين مقاطعة. مش هشتري فراخ الشهر ده، همشي باللي عندي وهجيب لحمه. مشي ممشيش الحمد لله، هعوض بعدس بجبه، عدس اصفر، فاصوليا، لوبيا، اي حاجه من ديت هتعوض البروتين الحيواني. فاول حاجه خلينا نقاطع. خلي بجد يا جماعه، لازم وقفه بجد، لازم وقفه بجد للاسعار اللي احنا فيها ديت. ما ينفعش ان انا انزل اجيب ورك ب27 جنيه، الفراخ ب60 جنيه، البيضه اللي ملهاش اي 30 لازمه، البلدي اكيد مش اقل من 90 100 جنيه. فليه؟ ليه حقيقي يعني؟ الناس الغلابه اللي يوميتها 100 جنيه ولا 50 جنيه هتجيب منين؟ هتعمل ايه؟ هتصرف، هتجيب وجبه لاسرتها منين؟ ربنا يا رب يسدد معالينا جميعا ويفكها على الجميع يا رب. فلازم مقاطعه. انا مش هجيب فراخ الشهر ده بامر الله لحد ما سعرها يرخص، مش الشهر ده بس، لا، طول الشهر. خلينا ندخل. الحقيقه الموضوع منرفزني جدا ومضايقني جدا. البصل كمان، البصل البصل اللي هو ملوش لازمه، مش ملوش لازمه بس اللي هو ارخص حاجه، ده خضار ب8 جنيه، يعني كيلو وربع ب10 جنيه. اتفاجئت من سعره، كان ب4 جنيه وكان ب5 جنيه، فقلنا ماشي حلو اهو، بيمشي الدنيا ورخيص شويه عن باقي الخضار. لا، بقى ب8 جنيه، كيلو وربع ب10. فقررت ان انا ميزانيتي الشهر ده همشيها اليوم بيوم. عارفه ان هي هتبقى شويه مرهقه عليا، بس معلش، اللهم لك الحمد. خليني امشي اليوم بيوم، وهجيب على قد احتياجي اليومي فقط، مش هجيب بالشهر، لاني بالشهر هصرف الفلوس وهبص الاقي نفسي طول الشهر بغني ظلمون. ان انا لو حصل لا قدر الله ظرف، يعني انا الفتره اللي فاتت دي حصل لي ظرف، تعبت فجاه، مش عارف ايه، دعواتكم يا رب بالشفاء. فلقيت نفسي صرفت في علاج، صرفت في اشعه، صرفت في يعني فاهمين قصدي. فانا لا، خلينا نجيب اليوم بيومه احسن. فانا قررت هجيب حاجتي اليوم بيومه، او يعني عارفين الاكله اللي تقعد يومين دي اوفر حاجه للايام اللي احنا فيها. البطاطس ب6.5، الرب تطلع بس تحمير. جبت كيلو ونص بال10 جنيه، وده جبت كيلو وربع بال10 جنيه.
البطاطس، البصل بكيلو وربع ب10، البطاطس كيلو وربع ب10، الملوخيه ب12 جنيه. الملوخيه ب12 جنيه. جبت نص كيلو ب6 جنيه. علشان ان شاء الله بامر الله تعالى هعمل ملوخيه ورز. الجزر، الجزر ب3 جنيه ونص، هو ارخص حاجه يعتبر. الجزر ب3 جنيه ونص، مش مهم المكسر، بس هو بيقضي الغرض. في اللي ب5 اللي هو الحلو بقى، اللي هو انت تنقية تنقية يعني، بس دوت عادي بيمشي الحال وده كله تمام الحمد لله. ب3 جنيه ونص. جبت كيلو ونص ب5 جنيه. الصابون تقدري توفري بيه، بدل ما تجيبي شركات تجيبي اللي هو السايب دوت. عندي ب4 جنيه، فجبت 2 لتر، ودوت ب2 جنيه، اللي هو ده ب10 جنيه. والاوكسي، الاوكسي عندي دوت اللي بيوفر معايا، لان اللي عندي طبعا غسالتي فوق اوتوماتيك، فالاوكسي ده حلو بيوفر معايا في المسحوق بصراحه، شويه بيكفيني طول الشهر. بس دي مشترياتي. تعالوا نحسبها بشويه كده بالعقل، بشويه شويه، واحده واحده مع بعض. 10، 20، 20 و6، 26، 6، خلينا 20 و25، 45، 45، قولي دي 5 اهي 5، يبقى كده 50، 50 و26، 76، 76 و10، 76 و10، 86، 86 و6، 92 جنيه. 92 جنيه في شوية الحاجات اللي اقل من 100 جنيه. بس ما فيش فيها فراخ يعني، ما فيش فيها الا ورك. اللهم لك الحمد على كل حال. ده كان فيديو مشتريات النهارده. خلينا نعمل مقاطعه يا جماعه حقيقي، مش كلام وبس. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يعجبكم يا رب. وعرفوني الاسعار عندكم عامله ايه، اكتبوا لي في التعليقات، صبروني شويه بجد، لان الموضوع منرفزني مضايقني جدا. فربنا يا رب يرحمنا ويعافينا يا رب من اللي احنا فيه. الفيديو خلص معانا، متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم فيديو جديد على خير. مع السلامه.